السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه سكينه. اليوم ان شاء الله نديروا عجينه ديال البطبوط. بعجينه وحده كنديروا جوج وصفات كيجيو رائعين. هنا عندنا المرقده ولا بوشيار كيجيو تبارك الله مرقين وتا هما خامرين ومنسمين بواحد التنسيمه رائعه. وهنا عندنا البطبوط كيجي غزال ومحلول ومفشفش بزاف ما شاء الله. نتوما كتشوفوا ما شاء الله. نوريكم وحده محلوله، شوفوا من الداخل تبارك الله كيفاش دايره بحال الشهد. كيجي رائع ومنسمه البنات بواحد التنسيمه اللي غادي تعجبكم بزاف. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير مع بعضياتنا ان شاء الله. السلام عليكم. هنا ان شاء الله شنو هما المقادير ديالنا ديال هذا البطبوط اللي كيجي ناجح 100% ورائع. وكنخلط كلشي في مره، انا ما تنبقاش ندير الخميره مع الماء والسكر وهادي. المهم كلشي مره واحده. غادي نحتاجو جوج جبانيات ديال الدقيق الابيض، نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو. وكنحتاجو معها جبانيه واحده ديال الدقيق الفينو. اللي بغى يدير مقادير قل من هذا الشيء غادي يدير عفوا جبانيه ديال الدقيق الابيض ونص ديال الدقيق الفينو. بسم الله، نبداو على بركه الله. هذا الزعتر انا غادي نسمها بالزعتر، بانت لي سحابني شي حاجه، هي الحمد لله غير الزعتر. وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الحليب بودره اختياريا. اللي بغى يعوضها بالحليب العادي يدير كاس مثلا ديال الحليب وكاس ديال الماء. غادي نحتاجو خميره، هنا عندي تقريبا جوج معالق كبار، مع دابا الحال باقي بارد شويه. وغادي نحتاجو معلقه ديال السكر صغيره ما تكونش كبيره، انا هذه راني ما عمرتهاش لانها كبيره. غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الزيت، زيت المائده، تعوضوه بزيت العود الا بغيتو. غادي نديرو المليحه حسب الذوق. انا الملحه ديما كنديرها بيدي، سبحان الله ما تناخذش العبر بالمعلقه الملحه نهائيا. هكا تولفت. وهنا الزعتر سخنته في مقيله وغادي نحكو هاد الخبيزات غادي يجيونا منسمين بالزعتر، كيعطيونا واحد اللذه رائعه. نقدروا نعمروهم بالكفته، نقدروا نعمروهم بلادان، بالخضره، اي حشوه درنا غادي تجينا مع هاد التنسيمه ديال الزعتر، كيجينا غزاله. بسم الله، نبداو على بركه الله. نجمعوا العجين ديالنا بالماء. انا غادي ندلكو في العجانه، غير غادي نشوفوا القوام ديالو كيفاش داير وندلكو في العجانه ان شاء الله. ما بغيتش نصدعكم بالصوت، راكم كتعرفوا العجانه فيها الصوت كتير. دابا غادي نبدا نخلط هاد الخميره مع السكر، غير هكا شويه بيدي صافي، ونكبوا الماء ونخلطو. كنعتذر على الصوت جاي من برا، ديما الاصوات مبرزطيننا. لا غير كنخلط، انا ما تندلك ما والو. غادي تدلك ان شاء الله في العجانه. نتوما لا درتو في القصريه راه عادي، عجينه عاديه تدلكوها مزيان وتخليوها خفيفه شويه مع الفينو كيشرب على حسب الدقيق ديالكم. انتما البنات راه كنهزو بحال هكا باش تعرفوا القوام ديالو كي داير وما يبقالناش الدقيق لتحت. وهذا القوام ديال العجين ديالي. غنزيد شويه ديال الماء،
صافي البنات هانتوما كتشوفوا القوام ديالو كي داير. غادي نديه للعجانه يتسدلك مزيان ونغطيه بالبلاستيك ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنا تبارك الله العجينه ديالنا خمرات ما شاء الله وضاعف في الحجم ديالها. غادي نشوفوا مع بعضياتنا. شوفوا تبارك الله، شوفوا دايره البويوقات ما شاء الله تنفخات وتدلكات مزيان. غادي ندهن شويه يدي بالزيت ولا دهنوا بالماء اللي بغيتو نتوما. وغادي ندير الدقيق على طاوله العمل لان العجينه ديالنا تبارك الله خفيفه بزاف. هانتوما شوفوا ما شاء الله البويوقات اللي دايره خفيفه ما شاء الله. انا غادي ناخذ غير النص ان شاء الله مهويه وخفيفه. وهنا غادي نقطع الكويرات القياس اللي بغينا حنايا. قداش بغيتو نتوما هذا البطبوط، واش يكون كبير شويه ولا كل واحد كيدير القياس اللي يناسبو. هنا البنات من بعد ما ساليت هذوك المخمرات ولا المرقده غادي نشوفوا تبارك الله البطبوط ديالنا. هانتوما كتشوفوا واحد الكميه ما شاء الله، وعاد انا درتهم كبارين. نتوما الا بغيتو ديروهم صغار غادي يعطيوكم واحد الكميه ما شاء الله. دابا هما خمروا، هانتوما كتشوفوا نقرب لكم مزيان باش تشوفوا البطبوطات ديالنا خمروا. هنا هذوك المرقده ولا بوشيير كله شنو كيسميه حتى هما كيخمروا. غادي نمشي ندير المقلاه فوق النار ونتلاقاو ان شاء الله باش نطيبوا. من بعد ما ساليت البطبوط ديالي بالتكراس خديت العجينه اللي بقات لنا ونشوفوا شنو غادي نديروا بها. خديت هنا زبده، خليط ما بين زبده وزيت المائده، وغادي نصوبوا بها بحال الشكل ديال البوشيير. كاين اللي كيسميه بوشيير وكاين اللي كيسميه المرقده على حسب كل منطقه. دابا غادي نطلقوه بالدقيق بحال هكا، ماشي بحال المسمن كنطلقوه بالزيت، كنطلقوه بحال هكا بالدقيق وكنخليوه يغلي شويه. كنتمنى يكون يبان لكم. ما كنرقوهش بحال المسمن بزاف. لان هاد البوشيه ولا هاد المرقده حتى هي كتخمر، غادي نصاوبوها ونخليوها حتى هي تخمر صافي. وكنقسمو بحال هكا بالزيت والزبده وكنديرو بحال الحفيرات بحال هكا بصبعنا، حفيرات بحال هكا بصبعنا، وكنجمعو بحال الشكل ديال المسمنه. نعاودو نديرو حفيرات بحال هكا، نديرو الزبده والزيت ونعاودو نجمعو هاد الشيء بحال الشكل ديال المسمنه، وانما هو كيكون غليظ وكيكون خامر. نستعملو دائما بالدقيق باش ما يلصقناش، ونديرو حفيرات بحال هكا بالزبده والزيت. كنتمنى يكون واضح ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وكنجمعو بحال هكا نجمعو الطرف بحال هكا ونقرصوه ونحطوه ونخليوه يخمر بحال هكا حتى نبغيو نطيبوه عاد كنقرصوه.
نزيد معاكم. كيجي رائع ومنسم بالزعتر مع الزبده البلديه. بدا كيتصايب بالزبده البلديه كيجي رائع ما شاء الله. اللي ما متوفرالوش الزبده البلديه كيدير زيت المائده وزيت العود ولا زيت الزيتون. صافي كنديروا حفيرات بحال هكا، بحال هذوك الحفيرات كنعمروهم بالزبده والزيت. السمك ديالو كنتمنى يكون يبان لكم، راه كيبقى غليظ ماشي بحال المسمن. البطيبات ديالنا ولا البطبوطات ديالنا ولا الخبيزات ديالنا راه حطيتهم بسريبته وخليتهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ان شاء الله ونطيبوهم. صافي ما نطولش عليكم، غادي نكمل هكا ونحطهم يخمروا في واحد البلاطو، وان شاء الله نتلاقاو باش نطيبوا البطبوط ونطيبوا هاد البوشيه ديالنا ولا هاد المرقده ديالنا، حيت سموها المرقده كنخليوها ترقد تخمر. هنا البنات من بعد ما ساليت هذوك المخمرات ولا المرقده غادي نشوفوا تبارك الله البطبوط ديالنا. هانتوما كتشوفوا واحد الكميه ما شاء الله، وعاد انا درتهم كبارين. نتوما الا بغيتو ديروهم صغار راه غادي يعطيوكم واحد الكميه ما شاء الله. دابا هما خمروا، هانتوما كتشوفوا نقرب لكم مزيان باش تشوفوا البطبوطات ديالنا خمروا. هنا هذوك المرقده ولا البوشيار كله شنو كيسميه حتى هما كيخمروا. غادي نمشي ندير المقله فوق النار ونتلاقاو ان شاء الله باش نطيبوا. بنات هنا انا بديت كنطيب، دايره جوج مقلات، وحده دايره فيها بوشيار ولا المرقده ووحده درت فيها البطبوط. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كنطيبهم مره واحده. البطبوط ديالنا ما كنخليوهش يطيب بزاف، غير نحطوه ونقلبوه بحال هكا كل مره نقلبوه باش كيتنفخ وكيجينا ناجح 100%. وهنا كذلك المسمنات ديالنا حتى هي ولا الخليط ديالنا كنقلبوهم بحال هكا. انا هادي راني تعطلت عليها، ما خصهاش طيب بزاف بحال هكا. غادي نستمر ان شاء الله من بعد نتلاقاو. وانتم كنتمنى البنات يكون كيبان لكم مزيان ما شاء الله. البطبوط ديالنا راه كيتنفخ مزيان وكيطلع ما شاء الله. المرقدات ديالنا تا هما ما شاء الله. البنات ملي تكونوا كطيبوهم بداو تهرسوهم بحال هكا في المقله باش كيتحلوا، كيعطيونا واحد الوريقات ومسمن محلول مزيان ولا مرقده. بصح ردوا البال باش ما تحرقوش، راه كيطلع غزال وبنين بزاف بالزبده البلديه. بنات الشكل النهائي ديال البطبوط والمرقده ديالنا هو هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. راه كيطلع ما شاء الله منفخ مفشفش رطب بزاف. نقسم معكم وتشوفوا من الداخل كي داير ما شاء الله بحال الشهد، مع داك العجينه خفيفه كيجي رائع. البنات هانتوما كنتمنى يكون كيبان لكم، راه كيجي بحال البغرير من الداخل، كيجي مفشفش وغزال ورطب بزاف. كنتمنى من الاعجاب ديالكم وديروه. راه الطريقه سهله بعجينه وحده. هانتوما البنات راه كنحل قدامكم، شوفوا ما شاء الله كيفاش دايره بحال البغرير من الداخل. هانتوما شوفوا البنات رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ما شاء الله. وبالنسبه للمرقده حتى هي ما شاء الله كتجي مورقه، كتجي خفيفه مع داك الخميره، ما كتضرنا ما والو، هي خامره. وشوفوا الوريقات ما شاء الله. هي كنخليوها شويه تخمر ونخليوها غليظه ماشي بحال المسمن. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. عجينه وحده ما شاء الله دارت لنا هذا الخير والبركه بالصحه والراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله.